السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتوا شايفين كده، أول حاجة أنا موجودة عند أمي، طبعا بسبب الظروف اللي انتوا كلكم أكيد دلوقتي عارفينها، إن عادل طبعا عامل عملية، فلازم أكون موجودة طبعا مع أمي، إن أنا برضو يعني أكون جنب أخويا لو احتاج حاجة، لو امي احتاجت حاجة كده، يعني الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. فالنهاردة بقى هنعمل مع بعض كده اكل، علشان طبعا احنا كده كده موجودين، فبدل ما اروح بقى اعمل في شقتي وارجع هنا عند امي اعمل عشان اكل اخويا، فقلت لا، نعمل الاكل مرة واحدة وناكل كلنا سوا، بما ان انا كده كده موجودة هنا عند امي. تمام. فاول حاجة بقى معايا كده فرختين، دي مش فراخ بيضة، دي الفراخ اللي هي الحمرا، يعني وصيت ابو مالك يروح يجيبها عشان عادل لو كل منها تبقى حلوة ويبقى فيها غذاء او يبقى فيها فايدة عن الفراخ البيضة. يعني مثلا انتوا عارفين لما الواحدة بتبقى والدة، حد عامل عملية، حد تعبان، مش بياكل الفراخ البيضة، بياكل الفراخ اللي هي الحمرا او البلدي. تمام. فاول حاجة مسكتهم كده، قلت انضفهم واغسلهم يعني، واشيل منهم بقى الزوايد والحاجات اللي هي مش كويسة في الفراخ، وامسكهم اغسلهم كويس وانقعهم، وبعد كده هنحضر بقى الاكل على طول. طبعا انا قلت لكم امبارح ان عادل كان عامل العملية يوم الخميس، فطبعا يوم الخميس ممنوع خالص اي اكل وممنوع اي حاجة، الدكتور بس قال له سوائل، مشروبات دافية، يعني ينسون، كراوية، نعناع كده، المشروبات اللي هي دي. انما اكل او حتى شوربة لسان عصفور او شوربة خضار لا خالص، دي تالت يوم كمان، مش اول يوم ولا تاني يوم، لان تاني يوم برضو عادل كان تعبان وما كانش قادر ان هو ولا يشرب شوربة ولا اي حاجة. فالنهاردة بقى تالت يوم بعد ما العملية اتعملت، فخلاص بقى يبدأ ياكل كده، نحاول ان احنا نعوضه بقى الكام يوم اللي فاتوا، عشان طبعا يعني يسترد كده صحته وعافيته ويرجع زي الاول واحسن كمان. فهنا بقى نضفت الفرختين وغسلتهم خليتهم زي الفل، وهبدأ بقى ان انا انقعهم كده، حطيت شوية دقيق وعصير ليمونتين، وهحط كمان شوية خل، وهفرك كده معاهم طماطمايه، واحط عليهم بقى ميه وهسيبهم منقوعين شوية. انا طبعا كنت مستعجلة اساسا، فاللي هو ايه، كنت بعمل جري في جري، عشان طبعا ابو مالك على ما راح جاب لي الفراخ وجه كان خلاص ما كانش بقى فيه وقت، وبصراحة كنت يعني عايزة اكل عادل، عشان هو زي ما قلت لكم كان بقاله يومين ما كلش، وكان بياخد طبعا محاليل على طول، متعلق له محاليل، فلا يعني هو بياخد علاج علشان طبعا الجرح بتاعه يطيب بسرعة ويلم بسرعة، فكان لازم ان هو ياكل كويس، فكنت بعمل بسرعة بسرعة عشان الحق اكله. هنقعهم بقى شوية وبعد كده هشطفهم تاني وهولع عليهم على طول. هنا بقى ولعت البوتاجاز اهو، ولع على الفرختين على طول، والحلة التانية اللي هناك دي فيها رز امي اللي كانت عملته، يعني على ما انا غسلت الفراخ ونقعتها كانت امي طبخت الرز، عملت شوية رز ابيض كده عشان ايه، ما يبقاش بقى فيه سمنة ولا يبقى حاجة، عملته رز ابيض سادة خالص بدون اي اضافة اي دهون يعني، ولا زيت ولا سمنة ولا حاجة، عشان عادل يعني. كان في بقى حتتين دهن كده، عارفين اللي بيبقوا تحت كده في المؤخرة بتاعة الفراخ، كان في حتتين دهن، فانا اخدتهم ورحت جايه حطاهم في الحلة في الاول، علشان بدل ما اضيف مثلا سمنة ولا حاجة يبقى الدهن كده الفراخ منها فيها، يعني السوانة بتاعتها منها فيها. ونزلت كده الفرختين هشوحهم كويس، واحط بقى البهارات وشوية اللهم صل على النبي كاري وفلفل اسود، وهحط بقى حبيتين طماطم كده هقطعهم. ما كانش فيه بصل بصراحة، قعدت ادور ما لقيتش، فقلت يلا مش مشكلة، مش هنقف على البصلة يعني، نمشي نفسنا باللي موجود وخلاص. وهنا كنت بعت مالك يجيب لي من المحل حبهان وورق لورا، وقلت بقى مش مشكله، هو ايه لقيته اتاخر، فقلت هولع انا على الفرختين على ما هو يجي، فهو راح شكله قعد يلعب مع العيال ونساني اصلا. فعلى ما راح وجه كنت انا اصلا شوحت الفراخ، بس هرجع افتح عليهم تاني واحط عليهم تاني الحبهان وورق اللورا. حطيت كمان الملح، بحب احط قوي الملح مع الفراخ وهي بتتشوح، لما تكون فراخ حمرا او فراخ بيضه. هنا بوريكم الرز اهو اللي امي عملته، خلاص استوى، هشيله عشان هعمل مكانه حاجه تانية. هنا طبعا الفراخ خلاص كانت اتشوحت اهي، وكنت قلبتها على الجنب التاني، هقلبها برضو كمان تقليبه، وهحط بقى الحبهان وورق اللورا اللي مالك جابه، وهديهم برضو كمان تشويحه حلوه، وبعد كده هزود بقى عليهم الميه، وهسيبهم بقى لما يغلوا مع نفسهم كده ويستووا خالص بقى.
بصوا الكيس ده اصلا ما فيش فيه غير واحدة حبهان واحدة. يعني انا ما بحبش اجيب الاكياس اللي زي دي. لما بجيب من عند العطار مثلا، اقول له هات لي ب50 جنيه حبهان، ب20 جنيه ورق لورق، فبيديني بقى كمية كده شوية كتار اللي هما يكفوني. لكن الاكياس اللي بتتباع في المحلات دي مبيبقاش فيها غير واحدة حبهانة واحدة بس، والباقي كله ورق لورا. هنا بقى طبعا الحلة الكبيرة بتاعت الفراخ اهي، انا زودت المية بتغلي قدامكم، فانا مغطية عليها يعني. هنا بقى طبعا بما ان انا قلت لكم هنتغدى كلنا النهارده مع بعض، فنعمل حاجه كده ناكلها كلنا سوا بعيد عن اكل عادل. يعني كده كده هناكل برضو فراخ من اللي احنا عاملينها، بس طبعا هشيل لعادل عشان ياكل النهارده وياكل بكره كمان. فهنا بقى حطيت الطاسه ومعايا نص كيلو لحمه مفرومه، وسخنت الطاسه الاول كويس، وبعد كده نزلت اللحمه في الطاسه يعني جوه الطاسه. وهبدأ بقى اقلب في اللحمه لحد ما لونها كده يغير، تبقى لونها بني. هفضل اقلب فيها على طول على طول، علشان يعني ما بحبش اضيف ليها اي بصل ولا اي اضافات تانية. مش عارفه انا رحت اجيب ايه، تقريبا رحت اقطع البصلايه. فما بحبش اضيف ليها ولا بصل ولا فلفل ولا توابل ولا اي حاجه غير لما اللحمه تغير لونها. هفضل اقلب بقى فيها على طول لحد ما تغير لونها، عشان انا يعني ايه، بحس ان اللحمه لما بننزل بيها الاول على النار ان هي بتتطهر، او ان هي بشيل منها اي ريحه، او ان هي بتاخد صدمه على النار، وبعد كده اضيف ليها البصل والخضار والتوابل اللي احطها. في ناس بتحب تنزل البصل الاول عادي، مش مشكله، بس يعني صدقوني افضل نتيجه اللحمه لما نشوحها الاول مع نفسها. ننشفها لو نزلت ميه ولا حاجه ننشفها وتشم كده النار، بعد كده ننزل بقى البصل. جبت كده بصلايه كبيره والله، شحتها من مرات خالي لان ما كانش فيه، فقلت لا ما ينفعش بقى العصاج ما نحطلوش بصل، فشحتها من مرات خالي، فقطعتها على ايدي. وهنا جبت قرن فلفل كده اخضر، هو تحسوه قرن شطه بس هو مش حراق يعني، مش حامي خالص، فقلت اقطعه برضو على ايدي كده وانا واقفه. وهحط برضو طماطمايه متقطعه كده ايه مكعبات برضو مقطعاها على ايدي، علشان الكبه بتاعت امي اصلا لسه ما اتصلحتش. فلما عادل بقى ان شاء الله يبقى يخف كده ويقوم بالسلامه، ادعوله يبقى ياخدها يصلحها. فقطعت البصل على ايدي، وقطعت الفلفل على ايدي، وبرضو قطعت كمان الطماطم على ايدي. انا لما بكون مثلا الكبه شغاله، او لو انا في شقتي بعملهم في الكب، بخلي الطماطم كده مضروبه في الكبه، فبحس ان هي كانها مبشوره، والبصل كمان بيبقى مفروم ناعم، فبتبقى حلوه قوي. بس مش متوفر عادي بقى هنعمل في ايدينا يعني، او بايدينا عادي يعني، مش هنوقف الدنيا. هنا بقى طبعا هحط الملح والفلفل والبهارات وشويه شطه، التوابل بقى اللي بنبقى ايه بنحطها دايما على العصاج دي. وهقلب وهغطي عليه واسيبه بقى لما يستوي تماما. وكده العصاج معايا بقى جاهز. فضلت بقى عماله افكر واقول يا ترى يا سماح هتعملي اكل ايه، يا ترى هتعملي اكل ايه. فبصراحه اخدت راي الجميع بقى، ففي الاخر وصلنا لاكله حلوه وكلنا بنحبها. بس طبعا كان صعبان عليا عادل قوي ان احنا بناكل من غيره، علشان هو بيحبها من ايديا جدا يعني، بيعشقها كده من ايدي، اللي هو لا بيحبها قوي 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 من ايديا. وهو كمان لما بيعملها بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، بيعملها حلوه قوي. هنا طبعا انا شلت الطاسه، نقلتها على العين البوتاجاز التانية. قلت العينه دي يعني اعلى شويه، فهعمل عليها البشاميل علشان الاكل كله يجهز مع بعضه، فما ياخدش مني وقت. هنا بقى معايا 2 كيلو لبن، حطيتهم في الحله، وهحط عليهم اللي هما الاكياس بتاعه خلطه البشاميل. فهزود كده كيسين، كل كيلو بيحتاج كيس. فانا بصراحه ما بقتش اعمل خالص البشاميل بدقيق، بقيت احس ان هو ايه، ده بيبقى اطعم واحسن واسهل. اللي هو هحط اللبن في الحله او في اللبانه، وعليه كيس الخلطه بتاعه البشاميل، وهقلب، ولا بحتاج ازود اي حاجه في الدنيا. هي كلها بتبقى التوابل فيها، وحتى الملح بتاعها بيكون مظبوط جدا. لكل كيلو من اللبن كيس من خلطه البشاميل، في منها ساده وفي منها بالجبنه اللي بتحبيه بقى. طبعا فضلت اقلب الاول، انا نزلت خلطه البشاميل على اللبن وهو بارد عشان ما يكلكعش، وبعد كده فضلت اقلب 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 بالمضرب عشان توصل معايا للقوام المظبوط بدون اي كلكعه او بدون اي تكتلات. تمام. هنا البشاميل خلاص بقى معايا جاهز، والعصاج كمان جاهز. قلت بقى بالمره الاول اشوف الفراخ كده استوت ولا لا، لقيتها بسم الله ما شاء الله استوت جدا. فهبدأ بقى ان انا اطلعها في صينيه او في حله اي حاجه، المهم ان انا ما ينفعش اسيبها في الشوربه اكتر من كده، لان هي اصلا كانت خلاص استوت قوي يعني. فلو سبتها في الشوربه هتتهري زياده. بسم الله ما شاء الله الشوربه بتاعتها كانت سمينه وحلوه قوي، يعني اللي يشوفها يقول ده شوربه بط. فطبعا محتاجين بقى شويه محشي او اي حاجه بالشوربه دي، بس يعني ايه اما يبقى عادل يخف اما عادل يخف ان شاء الله. احط هنا بقى دلوقتي، انا شلت الحله بتاعه الشوربه، نقلتها على العين التانية، علشان العين اللي في النص دي هي اكبر عين، فالنار بتاعتها بتكون عاليه فبتنجز معايا.
حطيت الحله وفيها شويه ملح وسبت الميه لما غليت، على طول هنزل المكرونه اسلقها. طبعا عايزه اقول لكم ان المكرونه لما نكون هنعملها مكرونه بالبشاميل طبعا ما بنحطش عليها زيت نهائي وقت السلق. ليه؟ علشان الزيت اللي بيخلي المكرونه تلمع وبيخليها تتزحلق، فدي بتكون خطوة مش كويسة. لما نيجي ننزل البشاميل على المكرونة، البشاميل ما بيثبتش عليها وما بيربطش عليها، فدي خطوة دايما يعني ايه، نقول البشاميل ما بيمسكش على المكرونة والمكرونة بتزحلق، او لما نيجي نقطعها ما تبقاش معانا قطعة كده متماسكة، ده بسبب ان انت بتكوني ضايفة اثناء السلق زيت. فركزي بقى يعني في الحتة دي، ما تزوديش زيت سلق المكرونة ابدا، تمام، علشان تثبت عليها وتبقى خرطة كده حلوة سليمة. هنا طبعا بقى جبت البشاميل حطيته على المكرونه. طبعا يعني لازم احط كده كبشه او كبشتين حلوين على المكرونه الاول، بحيث ان انا اشبع المكرونه من البشاميل، وبعد كده بحط برده كبشه في قاع الصينيه، وبعد كده هقفل بقى الصينيه بتاعتي، احط نص كميه المكرونه وبعد كده الحشوه وبعد كده نص كميه المكرونه الباقيه. كانت بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاني ان عادل اخويا ما اكلش منها، هو بيحبها جدا مني، يعني بحب ان انا اعملها له دايما. بس ان شاء الله باذن الله انا بوعدكم اهو، بوعد عادل، هو مش سامعني بس هيسمعني بعد ما الفيديو ينزل، ان شاء الله باذن الله لما يخف كده ويقوم بالسلامه انا هعمل له اكبر صينيه مكرونه بالبشاميل في العالم، وهقدمها له كده ياكلها لوحده علشان يعوض، لان هو كان تعبان واحنا بناكل لوحدنا منها وهو ما بياكلش معانا، كان بياكل بس شوربه لسان عصفور بالفراخ. طبعا هنا حطيت كمان بشاميل على الحشوه زي ما شفتوا، يعني بسم الله ما شاء الله البشاميل اللي معايا كتير، فلما بيكون كتير بغرق بقى المكرونه، بحط فوق الحشوه تحت الحشوه جوه في المكرونه فوق تحت في النص، فبظبط بقى الدنيا، لان المكرونه هي لازم تكون عايمه في صوص البشاميل، لازم تكون غرقانه بشاميل. بصوا بسم الله ما شاء الله القوام بتاع الصوص بتاع البشاميل عامل ازاي، حلو جدا. هي كانت محتاجه بس شويه ميكس جبن كده على الوش وكمان في النص في الحشوه، بس ما كانش موجود عند امي، فقلت عادي مش مشكله، الحاجه اللي موجوده نمشي نفسينا بيها يعني عادي. هنزل بقى البواقي بتاعه البشاميل دي، خساره يعني، دول كده ايه، خساره لازم ننزله. بس هركنها بس على جنب عشان اكتشفت ان الانبوبه بتاعت امي اللي فوق على الفرن خلصانه، فكنت طبعا لازم ان انا احمر الفراخ الاول، علشان بعد ما احمر الفراخ كان خلاص بقى الاكل كله تحت استوى، ففكيت الانبوبه اللي تحت على البوتاجاز ورجعت طلعتها فوق على السطح لحد ما شغلت الفرن، يعني اسوي المكرونه، ورجعت نزلت الانبوبه تاني. يعني احترت حيره النهارده، فضلت طالعه نازله نازله طالعه. هنا بقى طبعا قسمت فرخه، يعني خدت النص بتاعها اللي هو النص التحتاني وركين، عملت حساب عادل يعني ان انا ما حمرش الفراخ اللي هو هياكلها، انا حمرت الفراخ اللي احنا هناكلها احنا، وسبت له كده وركين ياكلهم بدون تحمير. وهنا عملت له شويه شوربه لسان عصفور اهو، علشان يعني ايه يبقى سهل البلع، وان هو يسهل عليه برضو الاكل، بحيث ان هو ما ياكلش رز، فممكن الرز يبقى تقيل كمان عليه، فقلت الشوربه هتبقى اسهل ويبقى ايه يبلع كده منها على طول، وشوربه برضو تبقى خفيفه شويه. طبعا انا لسه ما طلعتش الصينيه بتاعه المكرونه بالبشاميل، هناك اهي على ايدي اليمين، سايباها لحد ما اخلص تحمير للفراخ، عشان زي ما قلت لكم اخد الانبوبه وانا طالعه. هغرف لعادل بقى ياكل والاكل كده دافي وحلو، علشان برضو ياكله كده ويعني يبقى دافي كده، يبقى بالنسبه له حلو، ما بيحبش الاكل ساقع برضو. وهنا الوركين اهو، هقسم له ورك، يعني هحط له ورك دلوقتي ياكل منه، وهسيب الورك التاني يبقى للعشاء يعني. والله العظيم عايزه اقول لكم انا بقيت اتحايل عليه ان هو ياكل اساسا، يعني انا عماله اقول له كل بقى واتغذى وعوض الكام يوم اللي فاتوا، عشان طبعا عمليه وجرح وبتاع، فكنت عماله افصص له كده من الفراخ واحط له على شوربه لسان عصفور، والله ساعات يهودني وياكل وساعات يقول لي لا مش قادر بطني وجعاني، فادعوا له بقى ان هو يقوم بالسلامه كده ان شاء الله، ويرجع كده ايه ينور اليوتيوب معانا تاني من الاول. طبعا هنا بقى خلاص صينيه المكرونه بالبشاميل خلاص جاهزه، والله ما خدت بالظبط 7 دقايق فوق في الفرن، ورحت جايه منزلاها، كانت طبعا لسه سخنه جدا، لسه مطلعاها حالا يعني منزلاها من فوق. فقلت بقى بالمره انا كده كده حمرت الفراخ وكنت مغطيه عليها عشان تفضل سخنه يعني ما تبردش، فقلت بالمره بقى ايه ناكل والاكل سخن، علشان برضو احنا بصراحه بنحب الاكل سخن جدا يعني، فمش هستنى عليها بقى ان هي تبرد. بصوا عايزه اقول لكم بقى جوسي جدا، طريه كده غرقانه في الصوص، ففي ناس بقى بتحبها جوسي، في ناس بتحبها ناشفه، اللي بيحبها ناشفه يبقى يقلل كميه البشاميل شويه ويبقى يسيبها تبرد، علشان لما يجي يقطعها تطلع معاه قطعه سليمه. لكن لو عايزاها جوسي زي اللي هتشوفيها دلوقتي، يبقى لازم على طول رقم 1 تزودي كميه البشاميل ان هي تكون غرقانه كده في صوص البشاميل،
وان هي ما تغيبيهاش في الفرن. لما بتغيب في الفرن طول ما هي بتغلي او بتستوي في الفرن بتنشف. زائد بقى اول ما تطلع من الفرن قدميها على طول، هتلاقيها كده جوسي زي اللي انتوا شايفينها. بصوا بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. هقدم بقى دلوقتي في الاطباق، هقدم بقى لينا يعني كلنا، انا بقى وابو مالك ومالك وساجد وامي ومحمد اخويا، كلنا يعني كلنا بسم الله ما شاء الله منها يعني. وكل واحد بقى اخد كده ايه حته من الفراخ وخلاص. ده كان الغدا اللي احنا عملناه النهارده. ما هو انا بصراحه كنت محتاره ومش عارفه اعمل ايه، فقلت يلا بقى مش مشكله. فايه رايكم بقى فيها؟ يعني احسنتوا التصرف ولا لا؟ ما كانش بقى لا في وقت اعمل محاشي ولا في وقت اعمل حاجه، ان كده كده إيه يعني ايه كل شويه بيجي لنا ناس برضو يطمنوا على عادل ويشوفوا عادل، فكنت شويه بعمل اكل واروح اقعد مع الناس اللي بتيجي، اعمل الاكل وابص عليه واروح اقعد شويه مع الناس اللي بتيجي. فاللي هو كنت ملخومه اساسا، او بخش اعمل مثلا شاي عصير اي حاجه. فاللي هو لا كنت ملبوخه على عيني بمعنى صح. فيلا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. إيه يعني ان شاء الله باذن الله بقى هروح شقتي بكره. علشان بصوا على فكره الفيديو ده يوم السبت، يعني الفيديو ده يوم السبت، مش عارفه هينزل لكم امتى. سعادة كان عامل العمليه يوم الخميس والدكتور منعه من الاكل يوم الخميس ويوم الجمعه، فانا صورت الفيديو ده يوم السبت تمام. فهروح بقى ان شاء الله بيتي بعد كده، ومش هروح اللي هو مش هاجي عند امي، لا ده انا هروح واجي اروح واجي كده كل شويه. فان شاء الله ابقى اشارك بقى معاكم الفيديوهات بعد كده. انا طبعا بقى قسمت كده الفراخ قطعتها يعني عشان كل واحد يبقى ياخد كومه على طول، وقدمت كمان طبقين كده من الشوربه يعني نبلع كده برضو وقت الاكل. وباقي المكرونه اهي اللي يبقى عايز يزود بقى وخلاص. وده يا جماعه كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. وبالمناسبه كمان انا حابه اشكركم جدا جدا كل الناس اللي دعت لعادل ان هو ربنا يقومه بالسلامه ويشفيه. بجد متشكره جدا جدا ليكم، ما تحرمش منكم ابدا يا اجمل عيله في الدنيا، انتوا الحاجه الحلوه اللي بجد في حياتي. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله كده عادل لما يخف يقوم ويرجع زي الاول واحسن على طول هطلع واطمنكم عليه باذن الله. تمام بس كده. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكره. تصبحوا على الف خير، مع الف سلامه. باي باي.